ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومعاكم الحلقة التانية من كورس تعلم الشطرنج من الصفر. في الحلقة دي هنعرف كل قطعة بتتحرك ازاي وبتاكل ازاي. ويلا بينا على أول قطعة. وأول قطعة معانا هي الروك أو القلعة. طب يا قلعة انت بتمشي ازاي؟ أنا بمشي على شكل زائد. يعني أنا دوست على الروك اهو عمل لي النقط دي، النقط اللي انا بعرف اتحرك عليها دي على شكل حرف زائد. يعني انا دلوقتي لو انا هنا مثلا وهو لعب، انا عايز اروح لاخر البورد فوق، اعرف تعرف لغاية اخر البورد فوق على طول، طالما ما فيش اي حاجة واقفة قدامها تمشي على طول. طيب انا عايز اروح اخر حاجة شمال اهو، اخر حاجة تحت اهو، اخر حاجة يمين اهو. يعني انا بتحرك في اي حتة على شكل حرف زائد طالما مفيش اي حاجة قدامي. تاني قطعة معانا الحصان او النايت. زي ما انتوا عارفين اللي الروك من الحلقة اللي فاتت كنا قايلين اللي هو بتبقى على طرفين البورد والحصان بعديها. طب يا حصان انت بتتحرك ازاي؟ قال لي انا بتحرك على شكل حرف ال. ايه ده يعني ايه؟ يعني جرب طلعني فوق كده اهو، بص ادي واحد ادي اتنين. لازم اكسر يمين الشمال عشان تبقى ال. طب جرب يمين كده. تمام. جرب شمال. تمام. خلاص سيبك من فوق، خش يمين. همشي واحد اتنين، اتحرك يا اما فوق يا تحت. جرب فوق. تمام. طب تحت. تمام. طيب سيبك من الجنب بقى، خش تحت كده اهو، واحد اتنين. يا اما يمين يا اما شمال، خش شمال. تمام. يمين. تمام. خلاص اخر جهة بقى اللي هو الشمال. يلا واحد اتنين، يا اما تطلع فوق يا اما تحت. فوق. تمام. تحت. تمام. طب افرض بقى اللي انا على طرف البورد. تعالوا نجرب كده، نطلع فوق ادي واحد ادي اتنين، مفيش يمين صح. طب بس في شمال، يبقى ليه حركة كده. طب تحت ما ينفعش انزل. طب يمين ما ينفعش اتحرك. طب اخر حاجة شمال ادي واحد ادي اتنين، مفيش تحت. يبقى قدامناش غير فوق، يبقى الحصان على طرف البورد ملهوش غير حركتين بس. عشان كده احسن مكان للنايت بيبقى في نص الرقعة، لو دوست عليه هيطلع لك 8 اماكن ينفع تتحرك فيهم. و اللي هما لازم يكونوا على شكل حرف ال، تمشي خطوتين في اي جهة وتروح تكسر يا اما يمين يا اما شمال، او يا اما لو من الجنب يا اما فوق يا اما تحت. تالت قطعة معانا الفيل او البيشوب. طيب يا فيل انت بتتحرك ازاي؟ قال لي انا بتحرك على شكل حرف اكس. ايه ده يعني ايه؟ يعني مثلا انا هو بلعب، هو اتحرك بالملك وانا بلعب بالفيل الابيض اهو. لو بصيت على النقط اللي هو بيتحرك عليها هتلاقي على شكل حرف اكس اهو كده وكده، على شكل حرف اكس. طيب تمام. طيب انا كده فهمت حاجة. هو انا لو معايا فيل ابيض طول الجيم اجباري اتحرك على المربعات البيضاء بس، ولو انا بقى معايا فيل اسود اجباري اتحرك على القطع في المربعات، اللي اتحرك في المربعات الاسود بس. اه. طيب جرب كده بس وديني على طرف البورد كده اهو. تعالى انت هنا وهو يلعب، وتعالى انت هنا. بقى الفيل الاسود ماسك الوتر الاسود ده كله، والفيل الابيض ماسك الوتر الابيض ده كله. واحسن حاجه بقى للفيل لو هو في نص البورد كده اهو. الفيل الاسود بص ماسك مربعات قد ايه، ده وده وده وده. والفيل الابيض نفس الحكايه. طيب يعني زي ما قلنا والفيل ما تنساش اللي هو مكانه يا اما هنا وهنا، بيبقى هنا وهنا. واحد هنا على المربعات البيضاء، واحد هنا على المربعات السوداء. تمام. يعني انا تحركاتي سهلة لغاية دلوقتي. الروك زائد، النايت ال، البيشوب اكس.
رابع قطعة معانا الكوين أو الوزير. طيب يا وزير أنت بتتحرك إزاي؟ قال لي إحنا هنمسك الروك كده ونمسك البيشوب ونخلطهم في بعض، هيطلع لك الخليط أنا. طيب يعني أنت بتمشي زي الروك حرف زائد وبتمشي زي البيشوب حرف إكس؟ أيوه. طب بص أنا هدوس على الوزير وما تتخضش من الأشكال. بص هو بيتحرك فين؟ اهو زي ما قلت لك اللي هو بيتحرك كده وكده، ده الزائد بتاعت الروك، وبيتحرك كده وكده بتاعت البيشوب. يعني انا لو واقف على مربع اسود هتحرك زي البيشوب اهو، اهو في المربعات دي. يعني انا اتحركت هنا عادي، وهنا هو عادي، وهنا عادي، وهنا عادي زي البيشوب. طيب الروك اتحركت هنا عادي، وهنا عادي، وهنا عادي، وهنا عادي. طيب يبقى الوزير ده سهل، عبارة عن خليط بين الروك والبيشوب، وهو يعتبر من أهم القطع عندك في الشطرنج، علشان ده بينزل يخلص الدنيا اهو زي ما انت شايف. وطبعا الكوين بتبقى جنب الملك على طول، الكينج. يعني لو انت بتلعب بالأبيض فالكينج بيبقى هنا والوزير بيبقى هنا، ولو انت بتلعب بالاسود الكينج بيبقى هنا والوزير بيبقى هنا. القطعة اللي قبل الأخيرة معانا الكينج أو الملك. طيب يا كينج أنت بتتحرك إزاي؟ قال لي أنا وزير. قلت له يعني أنت بتتحرك مزيج برضو من الروك والبيشوب، بتتحرك في أي حتة براحتك؟ قال لي بس قال لي في شرط لازم يتحط. قلت له إيه؟ راح قال لي اللي أنا بتحرك زي الوزير بس في مربع واحد بس. قلت له يعني إيه؟ يعني لو دوست عليا كده هتلاقيني بتحرك زي الوزير اهو، زي البيشوب وزي الروك حرف زائد اهو، زي هنا زائد وهنا اكس، بس في مربع واحد بس. يعني قال لي، قلت له ما ينفعش تنط لي اتنين كده بس؟ راح قال لي لا. طيب ماشي تعال نجرب كده زي مثلا البيشوب اهو، واهو، واهو، واهو. ده زي البيشوب انا عملت حرف اكس. طيب اهو، واهو، 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 انا كده مشيت حرف الزائد. تمام. يبقى ده انت زي الوزير بالظبط، الفرق الوزير بيتحرك في اي حتة براحته، لكن انت بتتحرك مربع واحد بس. طب انا عندي سؤال بس ثانية كده، هو انا مثلا لو انت لعبت كده وانا لعبت كده، هو طيب انا بقى دلوقتي عايز اخش، انا مش عارف اخش ليه؟ يعني اهو وسع يا عم كده عايز اخش، اللعبة مش عايزة تخليني اخش. طب ليه؟ علشان انت لو جيت هنا ما ينفعش، هو لو جيت هنا طب ما هو هو الدور يبقى عليه هو وهياكلك، هو ينفع الملك ياكل الملك؟ ما ينفعش. فهو اما بتيجي في الموقف ده انت ما ينفعش تتحرك في الثلاث مربعات اللي قدام الملك بتاعه، بس ينفع اي حتة تاني. وطبعا زي ما انت عارف الملك بيبقى مكانه هنا لو انت بتلعب بالابيض، وهنا لو انت بتلعب بالاسود. واخر حاجة معانا هو البيدق او العسكري او الجندي. طيب انت يا بيدق بتتحرك ازاي؟ قال لي انا عندي احتمالين، انا لو لسه في الصف التاني يعني لسه ما اتحركتش، لو انا بلعب بالابيض، او في الصف السابع يعني لسه ما اتحركتش وبلعب بالاسود، انا ليا القدرة ان انا اتحرك خطوتين قدام او خطوة واحدة براحتي. قلت له طيب ماشي، انت اتحركت من الصف التاني خلاص بقيت في التالت، يلا بقى اتحرك بقى خطوتين بقى، انا عايز خطوتين دلوقتي محتاجهم. قال لي لا، طول ما انت اتحركت من الصف التاني بتاعك خلاص بعد كده طول الجيم هتتحرك خطوة واحدة بس. قال لي طب لو انا لعبت اهو حركة واحدة بس، هتفضل تمشي حركة واحدة بس طول الجيم. طيب لو انت مثلا لعبت كده وهو لعب كده، اهو ده لعب غلط، يلا بقى كله بسرعة امشي عليه وكله يلا. ايه ده انا مش عارف اكله؟ طب ليه مش عارف اكله؟ علشان البيدق ما بياكلش قدام، يعني لو في حاجة وقفت قدامك خلاص انت كده هتقف لغاية اما تمشي. ايه ده يعني كده معناها البيدق ما بياكلش؟
لأ بياكل، بس بياكل إزاي؟ بياكل يا إما ياكل كده يمين، يا إما شمال قدّامه، ما ينفعش يمشي قدّام، يا إما يمين، يا إما شمال. يعني مثلًا لو هو لعب كده، أنت لعبت وهو لعب كده، أنا أقدر آكل دلوقتي يا هنا، يا هنا. في بيضة هنا أقدر آكله؟ آه. طب لو لعب كده، في هنا بيضة أقدر آكله؟ آه. ومش شرط اللي أنت عشان في أكل لازم تاكل، أنت ممكن تكون عايز تزقه قدّام، ما فيش حاجة قدّامك قدّام، يالّا روح قدّام. تمام. يعني أنا لو في الأول خالص ليّا القدرة أتحرّك خطوتين أو خطوة واحدة براحتي، بس لو أنا اتحرّكت من أول حتّة طول الgame هافضل أتحرّك خطوة واحدة بس. تمام. طَب أنا جِه في بالي سؤال، أنا لو أنا لعبت كده وهو لعب كده، رُحت أنا واكل، وراح هو لعب كده، رُحت أنا واكل، راح هو لعب كده، رُحت أنا قدّمت. في الموقف ده أنا خلاص أنا قدّامي واحدة وأفضل هنا، هافضل هنا أعمل إيه بقى؟ راح قُلت له اللي أنا لو هو مثلًا لعب كده، اتحرّك كده قدّام، أنت عشان مشيت كل ده كنت هنا بقيت هناك، ووصلت خلاص لآخر الرقعة، إحنا هنرقّيك. هترقّيني إزاي؟ يعني أنت لو قدّمت خطوة كمان، بُص ظهر لك إيه، هتختار أي قطعة من قطع الشطرنج ما عدا المَلِك، عشان ما ينفعش يبقى في كذا مَلِك، هو مَلِك واحد بس على الرقعة. هتختار أي قطعة أنت تحب تلعب بيها. طب بُص جرّب الوزير كده عشان باحب الوزير. إيه ده ينفع أرقّيه بقى وزير. طب لو أنا أصلًا معايا وزير، ينفع آخُد وزير تاني؟ ينفع تاخُد وزير تاني. طيب مثلًا لو أنا هو لعب وأنا قدّمت، هو لعب وأنا قدّمت، هو لعب وأنا قدّمت، هو لعب وأنا مشيت، هو لعب وأنا قدّمت وجِبت وزير تاني، بقى معايا وزيرين عادي في الرُقعة. تمام. طيب جرّب لي كده، أنا مش عايز أرقّي وزير، عايز أرقّي روك عادي. خلاص رقّي حصان عادي، رقّي فيل عادي. وزي ما أنتم عارفين اللي أكتر الناس بترقّي وزير علشان هو ينزل يخلّص لك الدنيا بقى في الموضوع ده، عشان بيتحرّك زي الروك زائد وزي البيشوب X. وبكده تكون انتهت الحلقة التانية من كورس تعلم الشطرنج من الصفر. بس قبل ما نقفل الفيديو متنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك أي فيديو جديد، ونشوفكوا حلقة جديدة من تعليم الشطرنج، وسلام.